معاك الحوار. عايز اقول له ربنا يهديه. يقول له ايه؟ ربنا يهديه. ربنا يهديه ليه؟ هو ماله؟ ايه اللي حصل له؟ لا انا بهزر معاه. بتهزر معاه اكيد. انت في بيتك ولا على القهوه زي المره اللي فاتت؟ زي المره اللي فاتت بتفرج، هو عارف انا قاعد فين. قاعد فين هو؟ قاعد فين؟ بيلعب دومنا في جراند. بيلعب دومنا، ما انا عارف. بيلعب عند حازم في دومنا في جراند. بيلعب دومنا. 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 مش عارفش يلعب يا كابتن والله. قفلت ولا ما قفلت؟ قول لي يا عبد الله، بتلعبوا الدومنا على المشاريب؟ قول لي بصراحه ولا كده؟ على العشاء كده ساعات. على العشاء. ما على طول ودفعوا العشاء وامشي. انت كل يوم انت اللي بتدفع ها؟ لا هو بقى. هو اللي بيدفع. ما انا اللي بكسب. انت اللي بتكسب. لعيب جامد يعني في الدومنا. لعيب دومنا لعيب جامد. دومنا بس ما بيعرفش يلعب كوره. دومنا وحظ يا عم. هو بيلعب دومنا بس ما بيعرفش يلعب كوره يا كابتن. مفيش كوره. بيلعب دومنا بس. دومنا بس. يعني عبد الله طبعا، وانا هسال احمد دلوقتي لكن حابب اسمع اكيد وجهه نظرك. اكيد الفتره الاخيره انتوا كلاعيبه كوره اكيد النتائج مش مريحاكم. طبعا. ليه؟ قول لي ليه يا عبد الله من وجهه نظرك انت الشخصيه. والله انا يعني احنا بنخسر في، يعني في حاجه غلط، ما تعرفش في ايه. يعني في الملعب كده تحس في قله تركيز. في لعيبه مش، يعني مش ما فيش روح. فاحنا شايف في احداث كتير عندنا في النادي بتحصل، خلينا اللعيبه يعني تعبانه، في مشاكل كتير ومشاكل فلوس ومشاكل ماديه ومشاكل في الاداره ومشاكل في البلد وكده، فمخليها اللعيبه مش، ما فيش روح، يعني ما فيش روح ان هي تنزل تلعب وتأدي وكده. فهي دي عامله لنا مشاكل يعني. يعني انتوا حاسين بالاوضاع المحيطه فمأثره عليكم نفسيا، يعني تقصد يا عبد الله؟ بالظبط. المشاكل اللي موجوده في النادي يعني قدامنا كلنا، قدام كل الناس واللعيبه متابعاها. فانت لما تلعب، انت بتلعب في نادي وحاسس بالمشاكل كلها حواليك، مشاكل كلها واسماعيليه صغيره والدنيا كلها ومشاكل، لازم هتأثر عليك كلعيب. يعني ما حدش يقول لا ما تأثرش عليك، مش هينفع تطلع نفسك بره يعني خالص. هي مش هتعرف تفصل، يعني مشاكل في كل حاجه. فانت يعني طب انت مستقبلك في النادي ده مش عارف في ايه المشاكل دي كلها ومشاكل قدام كله، مش حتى مش يعني الناس مش مداري عليها. فهي دي عندنا، هي دي المشكله يعني. حد فتحك في التجديد ولا لسه يا عبد الله؟ لا والله انا ما فيش حد لسه كلمني في تجديد او كده. انا لسه لي الموسم ده والموسم اللي بعده. ما هو المفروض يبتدوا يتكلموا معاكوا يعني في النص الثاني من والله ما هو زي ما قال لك احمد من شويه، هو في لعيبه كتير، غير ان في مشاكل طبعا في الماديه وكده. فالناس برضه هتفكر ان هي تقعد تتكلم معاك دلوقتي وانت اصلا ليك فلوس يعني متاخره، فهيقعد يتكلم معاك في تجديد ولا هيديك فلوسك المتاخره ولا يعني هي دي زي ما بقول لحضرتك عندنا مشاكل في الموضوع ده. فهي دي اللي مأثرة طبعا. دي نقطة مهمة. كذا واحد قعدوا يخلص الموسم اللي جاي، فهي دي طبعا مش عارفين بقى هيعملوا ايه. كان في لقطة يا عبد الله في الماتش الأخير، أنت يعني انفعلت جامد قوي على أحمد حجازي، كنت بتقول له إيه أو كان إيه الحوار؟ لا أنا مش انفعلت. كانت اللقطة أخدتك يعني. أنا كان ما انفعلتش على أحمد حجازي. أنا يعني عشان الجون دخل فينا. يعني عارف انت يا كابتن، الواحد زي ما يكون حاسس ان مش هنكسب. يعني انت جبت جون وبعد كده حاسس ان هيخش فيك جون، ما اعرفش ليه كده احساس داخلك انت ما هيخش فيك جون. فلما دخل الجون انا نرفزت جدا ان الجون دخل، فكنت بنط يعني كده، مش لحد معين، يعني ما بزعقش لحد معين. اللقطة قدامك اهي يا عبد الله، قدامك اللقطة اهي. ان هي لما الكوره كده كانت اتقطعت من صديق وبعد كده عدى من حجازي كده. فانا جاي بقى حاسس ان هي الكوره دي جون، فلما دخلت كده بقى بنط بزعق كده، اللي هو يعني حرام، يعني مش بزعق لحد معين ولا اي حاجه. انت منفعل مع نفسك. كده فاهم. منفعل مع نفسك. ما كنتش بزعق لحد. بس اول ماتش بعد التوقف مع مين يا عبد الله؟ مع الجيش ان شاء الله، عندنا في الاسماعيليه. مع الجيش في الاسماعيليه. كويس. وربنا يكرمنا ان شاء الله ننسى بقى الفتره اللي فاتت دي ان شاء الله، وتبتدوا بقى مرحله حلوه يا عبد الله ان شاء الله.
والله نتمنى ان الدنيا يعني تهدى في اسماعيليه وكل مشاكل تخلص ونبدا بقى نركز ان شاء الله الماتش الجاي ده وننسى اللي فات ونركز الفتره الجايه دي. الدنيا مش بعيده، مش اخر مطرف اللي احنا الدوري لسه طويل. احنا تعادلنا وخسرنا لسه بدري، فعايزين نركز في اللي جاي وننسى اللي فات، بس تبدا الدنيا تتظبط ومشاكل كلها تخلص وان شاء الله يبقى في احسن ان شاء الله الفتره الجايه باذن ان الله. شاء الله يا عبد الله، وبكل توفيق يا عبد الله. اشكرك يا حبيبي، اشكرك شكرا جزيلا. يعني عايز اقول لك يا احمد، انت شايف بصراحه كده وفقا للدوري العام ووفقا للفرق وموقفها والكلام ده كله، الدوري صعب عليكم قوي ولا ما زلت شايف باحساس موضوعي ان اسماعيلي يقدر يعدي ويوصل وينافس ويبقى اول دوري والكلام ده كله؟ والله يا كابتن، هو الحاجتين، الاسماعيلي يقدر يوصل وينافس دي حاجه، الحاجه الثانيه ان الدوري بقى صعب جدا. في فرق دلوقتي على اعلى مستوى، يعني مش عايز اقول فرق معينه عشان ما ننساش حد، اي مباراه في الدوري الممتاز بقت صعبه، خاصه المباريات اللي بره ملعبك في منتهى الصعوبه. اي تيم دلوقتي عنده بدايل وعنده هجوميين وعنده مدافعين وعنده لعيبه وسط على مستوى عالي، فالمباراه كلها اتصعبت. لكن اللي عايز اقوله ان الناس الاسماعيليه يمكن زعلانه شويه، ده حقهم طبعا. احنا خسرنا 8 بونت يا كابتن مدحت. منهم 5 بونت الاخرين في ماتشين 8 ورا بعض. بونت. لما تيجي تبص للفرق، احنا اقل فرقه خسرت بنط النادي الاهلي 4 بونت، الاسماعيلي 8 بونت، الزمالك 7 بونت، انبي 11 بونت. الفرق اللي هي بتنافس خسرت نقط كتير ولسه هنخسر تاني. فاحنا زي ما قال عبد الله، لو احنا بقينا ايد واحده ان شاء الله كلاعبين وكجهاز فني وكاداره، بقينا ايد واحده، احنا لو خدنا من ال 27 بونت اللي جايين 24 بونت هناخد الدوري، ودي مش صعبه. انا بقولها بمنتهى وعندكم الاحساس ده؟ عندنا الاحساس ده، بس لازم تتخلص من جمله هو قالها بمنتهى الصدق الحقيقه. هو عبد الله بيتكلم يبدو ان دي طبيعته، يعني بيتكلم اللي جواه على طول، عبد الله صريح، ما بيفلترش. عبد الله صريح فعلا، صريح جدا. هو الجمله في منتهى الاهميه وليها مدلول لازم انتوا تدرسوها كلاعيبه. قال لك احنا بنلعب مع الشرطه وعندنا احساس، ده هو اللي بيقول عندنا احساس غريب يخش فينا جول، ان احنا يخش فينا جول. جاله منين الاحساس ده؟ والجمله دي ليه قالها؟ من المباريات اللي احنا لعبناها ما كناش نستحق نخسرها. يعني في مباراه زي ما عبد الله قال لك، يمكن حضرتك ما عقبتش عليها برضو، في ماتشات ما نخسرهاش كوره. يعني لما تيجي تقول الشبيبه في الشبيبه ما نخسرش، النادي الاهلي في القاهره ممكن الماتش يخلص تعادل، الشبيبه عندنا اقصى الظروف نوصل تعادل. هارتلاند 1-0 لينا، والصيام والجو والملعب، يعني انا قصدي ان العمليه مشكوره، في توفيق من عند ربنا وفي حاجه غلط، ممكن تكون حاجه غلط دي جوه اللعيبه. احمد سمير نفسيته مش كويسه، في حد من الجهاز الفني ما بيحبش حد فالكره ما بتجيش جون، الحاجات دي فعلا. في مشاكل بالاداره مثلا، ما بقولش حاجه معينه. فلو في حاجه من الحاجات دي في الثلاث، احنا في مركب واحده كابتن مدحت. مظبوط، سواء لاعبين او جهاز فني او اداره، ما كانش المركب كلها محبه كده. هو ده ممكن يكون في حاجه غلط فينا، وربنا سبحانه وتعالى ممكن اداها لنا بدري كده علشان احنا نفوق. لسه الدوري طويل، ولسه عندنا، لسه هنخسر تاني، ولسه هنتعادل، والاهلي والزمالك وانبي وبقيه والشرطه كل دول هيخسروا نقط. فالفريق اللي هيكمل باقل خساره واقل نقط هو ده اللي هياخد البطوله. ده وضع طبيعي، لسه بدري جدا. لكن انتم مطالبين يا احمد لازم اللعيبه تقعد مع بعض وتعيدوا مره ثانيه لنفسكم الروح الاسماعيلويه، لان الاسماعيلي ده فرقه عظيمه فعلا. واحنا بنتمنى نتفرج عليكم. التوقف ده كابتن مدحت في صالح النادي الاسماعيلي جدا، لصالحكم جدا. والخبر اللي احنا سمعناه ان المجلس جدد الثقه في الجهاز الفني، ده قرار في منتهى الجمال، لان المشكله مش مشكله الجهاز الفني. الجهاز الفني وارد انه يخطئ، ده شيء طبيعي، ما فيش جهاز فني في العالم ما بيخطئش. ممكن لاعب احمد سمير ماتش وما يستحقش ان احمد يلعب، هو شايف ان احمد سمير انسب. اللاعبين لعيب غلط، الاداره، فيعني الموضوع مش موضوع جهاز فني، يمكن الناس كلها كان في موضوعين، الجهاز الفني لازم يمشي او يقعد. انا شايف دي حاجه عاديه جدا ان الجهاز الفني يخسر نقطه لسه يخسر تاني، مش معقول كل ما هنخسر نقطه. النادي الاسماعيلي النادي الوحيد اللي في مصر كل سنه لازم الجهاز يتغير مرتين. خلى الجهاز الفني ده كان عندكم كان عندنا نيبوشا مشي بعد ثاني اسبوع، جه كابتن عماد سليمان عمل مباراه، هو كابتن جابر وكابتن اشرف في منتهى الجمال بنقص عددي ما حصلش في تاريخ النادي. كنا بنكمل 18 لعيب بالعافيه. فانا اللي عايز اقوله ان الجهاز الفني ده للامانه جهاز على مستوى عالي جدا، نديله الفرصه يشتغل اخر ونحاسبه اخر الموسم. انتوا بتحبوا مرتبطين بالجهاز يعني بصرف النظر عن حب الكوره، الناس ممكن يعني احمد سليمان ما بيلعبش بيزعل من الجهاز، ده شيء طبيعي في الكوره. هو ده طبيعي، ده انا وهيقطع في الجهاز. انا لو يعني انا لو ما زعلتش مش هبقى لعيب كوره. لكن الجهاز عرف اللعيبه خلاص، وعرف احمد وحش في ايه وكابتن مدحت كويس في ايه، عشان يجي مدرب تاني يا كابتن مدحت يبص ويشوف على ما يفهم الفرقه ممكن نفس على الهبوط، تبقى الموضوع صعب. عندك حق والله. فانا شايف ان الجهاز ده جهاز على مستوى عالي،
زي ما رفعنا له قبعه في اول 3 ماتشات وكسبنا النادي الاهلي 4 وقال لك الجهاز واللعيبه، الاراء يا كابتن في اسماعيليه بتتقلب بسرعه. يعني بعد ما كان مستر مارك فوطه والكابتن اشرف والكابتن احمد العجوز هو الجهاز ده وهو عايزين الدوري و9 بونت من 9 بونت النادي الاهلي، اوام قلبوا الكفه احنا مش عايزين ونغير اللعيبه ونعمل. ده الاداره ولا الجمهور؟ لا الجمهور. الجمهور. الجمهور مهم. فالجمهور طبعا مهم، بس عاطفي. وفي نفس الوقت برضه هنقول ان اللعيبه مقصره، دي اول حاجه لازم نعترف. احنا جمهور النادي الاسماعيلي اكتر وقت اللعيبه محتاجه مدحت والجمهور لما يكون الفرقه بتخسر. طبعا النادي الاسماعيلي ماشي معانا بالعكس، الجماهير يعني مش قادر اقول لك الالتراس والناس واقفين ورا الفرقه في كل مكان، لكن لما بنقع الناس ما بتجيش، فده بيبقى عامل بدل ما بتخسر 4 بونت ممكن تخسر 6 بونت بعكس جمهور زمان. بالظبط، اللي وقف معاهم هو ما بيغرقوا سلفات كان معاهم طبعا، وهو ده اللي اداهم الدفع. شفنا الدور الثاني حاجه ثانيه طبعا السنه دي ما شاء الله برضو بادئين بدايه مع كابتن حسام والجهاز الفني يعني حاجه جميله فني. لا حاجه مفرحه، وهو ده الجمهور. وجمهوركم اصيل على فكره، بس هو عاطفي شويه. جمهور النادي الاسماعيلي بيتاثر. الجمهور احنا عارفين ان الجمهور نفسه في بطوله، واحنا كلاعبين نفسنا في بطوله، فبعض الاحيان بتوصل يعني مثلا احمد صديق يعني الماتش اللي فات خان التوفيق في كوره. انا عايز اقول لك كابتن مدحت ان الجمهور في اسماعيليه زعلان جدا من احمد. لما تيجي تبص على الماتش تحلل المباراه، احمد صديق من افضل اللعيبه اللي في 22 لعيبه موجودين في الملعب. مظبوط. عمل مباراه اكتر من رائعه، خان التوفيق في كوره، جاب جون، خلاص هو ربنا مش رايد. طب ليه؟ طب ما تقول صبحي ما هو شايلكم. ومحمد صبحي برضه في ماتشات كتير جدا. الكوره بتاعت بوبا الاخيره دي ما يعني كفايه ماتش الشبيبه اللي هناك ده كان عبقري بالظبط. وكل الماتشات. فهل يا كابتن اللعيبه بتقصد تعمل الاخطاء دي؟ لا طبعا. التوفيق عدم التوفيق دي بتفرق بالظبط في النتائج يعني. بس لازم كمان اللعيب يتعلم طبعا. يعني احنا بنتعلم من اخطائنا طبعا. في مواقف معينه انت كلاعب كوره بتمر بمواقف معينه، ممكن موقف معين حسيت الموقف ده ما كانش صح ما يكررش بقى فعلا. يبقى واخد بالك. انت فاهم قصدي طبعا. اكيد. طيب خليني اروح في الجزء الاخير في الحوار معاك واقول لك، هل تتصور انه هزيمه وتعادل النادي الاسماعيلي الاخيره دول هم سبب استبعاد احمد سمير فرج من الانضمام للمنتخب الوطني؟ لا والله المنتخب ده كابتن مدحت يعني ده حق اصيل كابتن حسن شحاته والجهاز الفني. اكيد. انا زي ما قلت لحضرتك قبل كده انا سلاح الملعب، انا بحاول ادي بشكل كويس عشان اكون موجود في منتخب مصر، انما اروح او ما اروحش دي مش بتاعتي. فانا شايف ان انا الحمد لله بادي من نهايه السيزون اللي فات مش من الموسم ده بشكل الحمد لله ثابت. حتى لما الفرقه بتخسر لما بتيجي تحلل اداء احمد سمير كباك ليفت مثلا عمل كام اوفر، شاط كام شوطه، الناحيه اللي بيلعب فيها جه منها كام اوفر، اتلعب منها قد ايه، انا ما ينفعش اقيم نفسي، لكن الحمد لله في الاستوديو التحليلي الحمد لله يمكن حضرتك وخاصه الكابتن ايمن يونس كان بيديني حقي بزياده حقك فعلا في الاستوديو التحليلي. طبعا انا كابتن ايمن من المحللين اللي بيجيب احمد سمير فرج فعلا زي ما يكون هو معايا في الملعب. هو محلل حللني فعلا كابتن ايمن، فكان مديني حقي جدا وبتاع، فما حالتنيش التوفيق ان انا اكون موجود في المنتخب، لكن انا الحمد لله سني صغير وما يئستش وعندي ثقه في نفسي. طب ما حدش كلمك من المنتخب؟ والله الكابتن حسن شحاته المعاصر اللي فات يعني ده بتاع سيراليون قبل سيراليون لا وهم في المعسكر وهم جوه قبل ما يلعبوا الماتش يعني قبل مباراه سيراليون بعد ما اختاروا وانت مش بعد موجود. ما اختاروا وانا مش موجود